السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله يا سنة ستة هيكون الفيديو عبارة عن حل امتحان متوقع. امتحان متوقع امتحان نصف العام عام 2024. هنحل مع بعض الامتحان ونعرف الإجابات النموذجية والأسئلة المتوقعة، ويلا بينا نبتدي. الامتحان عبارة عن 3 أسئلة، كل سؤال مكون من ألف وب. ويلا بينا نبتدي. السؤال الأول: ألف، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. يلا بينا نقرأ العبارات. والعبارة رقم 1: استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح. أما بقى العبارة رقم 2: العضلات غير قادرة على اختزان الطاقة وإطلاقها. طبعا العبارة دي خطأ، لأنه العضلات بتقدر إن هي تختزن الطاقة. أما بقى العبارة رقم 3: بيحيط بالخلية الحيوانية جدار خلوي. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ، لأنه جدار الخلوي بيحيط بس بالخلية النباتية عشان يحدد شكلها ويدعمها. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة: بتترتب جزيئات المادة في نمط شبكي متقاطع عند درجة التجمد. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وبه بعنوان علل لما يأتي. بيتحكم غشاء الخلية في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. طبعا الغشاء الخلية بيقوم أو بيتحكم في العملية دي، وبيتحكم في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. ده بسبب لأنه بيتميز بالنفاذية الاختيارية. هي دي إجابة العبارة ب. وإجابة سؤال علل: بيتحكم غشاء الخلية في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية، لأنه بيتميز بالنفاذية الاختيارية. كده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا ننتقل للسؤال التاني. ألف في السؤال التاني: اختر إجابة الصحيحة. العبارة رقم 1: بتمتص نقط الماء من الطعام غير المهضوم قبل التخلص منه. تفتكروا ايه اللي بيقوم بالدور ده؟ هل هي المثانة ولا الأمعاء الدقيقة ولا الأمعاء الغليظة ولا المعدة؟ طبعا الإجابة الصحيحة إنه هتكون الأمعاء الغليظة. يبقى الأمعاء الغليظة بتمتص الماء من الطعام غير المهضوم قبل التخلص منه. أما بقى العبارة رقم 2: كل مما يلي يحدث عند تبريد الماء ما عدا نقط. في حاجة واحدة بس مش بتحصل أما الماء يبرد. هي ايه الحاجة دي يا ترى؟ هل هي زيادة عدد التصادمات بين الجزيئات، ولا نقص حجم المادة، ولا قلة سرعة الجزيئات، ولا زيادة قوة الترابط بين الجزيئات؟ طبعا الإجابة الصحيحة إنه هتكون زيادة عدد التصادمات بين الجزيئات. يعني كل الحاجات دي بتحصل لما بيتم تبريد المادة، ما عدا الحاجة دي إنه ما بيحصلش زيادة في عدد التصادمات بين الجزيئات. أما بقى العبارة رقم 3 والأخيرة: بتتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية باكتساب الحرارة أثناء عملية نقط. طبعا الإجابة الصحيحة إنه بتتحول المادة السائلة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أما بتكتسب حرارة أثناء عملية التبخر. يبقى كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وبه بعنوان اكتب المصطلح العلمي. العبارة رقم 1: عملية بيتخلص فيها الجسم من الفضلات اللي بتنتجها الخلايا. طبعا العملية دي اللي بيتخلص فيها الجسم من الفضلات اللي بتنتجها الخلايا احنا بنقول عليها الإخراج. يبقى كده هنكتب مكان النقط كلمة الإخراج. أما بقى العبارة رقم 2: توصيل مكونات الدائرة الكهربائية في أكثر من مسار. يعني أنا أوصل مكونات الدائرة الكهربائية في أكثر من مسار، ده احنا بنقول عليه شطار، برافو عليكم، التوصيل على التوازي. طبعا احنا عندنا طريقتين لتوصيل مكونات الدائرة الكهربائية: التوصيل على التوازي والتوصيل على التوالي.
كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التالت. ألف في السؤال التالت أكمل الجمل التالية. الجملة رقم 1: سائل هلامي بتسبح فيه عضيات الخلية. طبعا السائل اللي بتسبح فيه عضيات الخلية ده احنا بنقول عليه السيتوبلازم. أما بقى رقم 2: كلما زاد حجم المغناطيس نقص قوته المغناطيسية. طبعا الإجابة هتكون كل ما زاد حجم المغناطيس زادت قوته المغناطيسية. أما بقى العبارة رقم 3 والأخيرة: جزيئات المادة نقط لها حجم ثابت وشكل متغير، يعني شكلها بيتغير بشكل الحاجة اللي هي موجودة فيها. تفتكروا دي هتكون المادة ايه؟ طبعا الإجابة هتكون المادة السائلة. يبقى المادة السائلة ليها حجم ثابت وشكل متغير. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الثالث. دلوقتي بقى هننتقل لب، وب بعنوان لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أجب. تعالوا بينا كده نشوف الشكل ده هو الشكل الجهاز البولي. وطبعا الجهاز البولي فيه الكليتين، الحالبين، المثانة، القناة البولية. تعالوا بينا نشوف طالب مني ايه في السؤال. اول حاجة بيشير الشكل الى تركيب الجهاز. خلاص احنا عرفنا ان ده الجهاز البولي. اما بقى رقم 2: الجزء ألف بينقي الدم من نقط. تعالوا بينا كده نرجع للرسمة. والجزء ألف ده عبارة عن الكلية. الكلية دي طبعا بتعمل على تنظيف وتنقية الدم. بيتنقل الدم إلى الكلى عبر شريان كبير، وبيتفرغ الشريان ده في شعيرات دموية لتمرير الدم للنفرونات. النفرونات دي حاجة بتبقى موجودة في الكلية، عبارة عن وحدات مجهرية. الوحدات المجهرية دي وظيفتها إن هي بترشح الدم وبتزيل منه المواد الضارة زي اليوريا، وبتخرج الحاجات الضارة دي على شكل بول. يبقى الحاجة أو الجزء ألف ده الكلية. والكلية بتنقي الدم من ايه؟ طبعا الكلية هتنقي الدم من اليوريا. اليوريا ده عبارة عن ايه؟ بتتكون من استهلاك البروتينات. مواد ضارة بتتكون من استهلاك البروتينات. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل الامتحان. امتحان متوقع للصف السادس، امتحان نصف العام عام 2024. طبعا تقدروا تلاقوا امتحانات متوقعة تانية على القناة وموجودة في قائمة تشغيل، وانا هسيب لكم قائمة التشغيل في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا ليها عشان تتفرجوا على كل الفيديوهات.